السلام عليكم. معاكم محمد. النهاردة هنشوف محاضرة جديدة نستخدمها ونشرح فيها نودز و work flow جديدة في NetBeans. المحاضرة بتاعت المرة دي هيبقى يعني ليها علاقة بالإيميل، وإزاي أصلا إنك أنت تقدر تربط NetN بالإيميل، وإزاي أصلا تقدر تستخدم ال NetN في عمل أوتوميشن بشكل قوي وبشكل فعال. تعالوا الأول نتعرف على المشكلة اللي موجودة عندنا، وإزاي أصلا إحنا هنبدأ نفكر فيها ونفكر في حلها. المشكلة اللي موجودة عندنا هنا إن في بعض الإيميلات اللي هي بتبقى الإيميلات اللي هي خاصة بالشركات بت بتحتاج إن يبقى في فلتريشن قوي للإيميل. دي أول نقطة. ده نتيجة إن السبام إيميل اللي موجود في الإيميلات اللي هي الدومين بتاعها بيبقى الدومين الخاص بالشركات، بيبقى صعب جدا إنك أنت تسيطر على الإيميلات السبام أو الإيميلات اللي هي بتبقى تبع الهاكينج والكلام دوت، إن هي توصل أصلا للميل سيرفر بتاعك. فلازم يكون عندك إيميل فلتريشن كويس، أو لازم يكون الموظف بتاعك يقدر يتحقق من الإيميل دوت إن هو يبقى شغال بشكل سليم ومفهوش أي مشكلة. فتعالوا ببساطة جدا نبدأ نشوف ازاي ممكن نفكر في عمل اوتوميشن او عمل حل للجزئية ديت، وايه هي الحلول الممكنة اللي احنا ممكن نفكر فيها. لو انا بصيت على حاجة زي كده، انا ممكن الاول اطبق على مثلا على حساب جيميل عادي جدا. ده حساب الجيميل الخاص بيا. ابدأ الاول لازم يكون عندي موظف بيستقبل الايميلات الجديدة اللي هي موجودة عندي في الايميل، ولازم الموظف دوت يقرا الايميلات ويحدد مدى اهميه الايميلات دي. فتعال يبقى انا كده الستارت بوينت بتاعتي او النقطه اللي انا هبدا بيها من هنا، اللي انا الستارت فيرست ستيب بتاعتي هتبقى ليها علاقه بالجيميل. اون ايه مثلا؟ اون مسج ريسيبت. اول كده يبقى انا كده ضمنت ان التريجر بتاعي او البدايه بتاعتي بتاعت الابلكيشن بتاعتي دي سهل جدا دلوقتي. ازاي اول ما الايميل يجي عندي للحساب بتاع الانبوكس بتاع الايميل بتاعي، ساعتها هيبدأ التريجر ده يشتغل. طب كويس جدا. انا كده ظبطت الايميل بتاعي. تاني حاجة انا دايما بحب اعملها عندي، ببدأ اشوف الداتا اللي انا بحتاجها من الانتري بوينت بتاعتي. طب انا ليه ممكن اعمل حاجة زي كده؟ ليه مثلا ما ابدأش على طول اتعامل مع الداتا اللي جات لي من الايميل؟ آه تعالوا الأول يعني أشرح لكم أنا ليه أصلا بعمل الحتة ديت. عشان خاطر لو أنا النهاردة شغال مع الجيميل كويس، الداتا اللي جت عندي في الورك فلو كانت مصممة أو هتشتغل معايا بشكل الداتا بتاعت الجيميل. طب لو حبيت بكرة أشتغل مع الهوك ميل، حبيت مثلا أشتغل مع الاس ام تي بي اللي هو الإيميلات بتاعت الشركات والكلام دوت، فكل واحد فيهم ليه طريقة داتا مختلفة. فانا لو اعتمدت على الداتا بتاعت الجيميل بعد ما ابني الورك فلو بتاعتي، لا الا افضل مربوط بالجيميل، او اللي انا كل ما احب اغير هجري بقى على كل النود اللي موجوده عندي واقعد اغير في الشكل بتاع الداتا. ودي حاجه انا ما بحبهاش. فعشان كده انا دايما باجي هنا اهوت وبستخدم ايديت فيلد. الايديت فيلد ديت بتعمل مابنج، يعني بعمل هنا زي مابنج لشكل الداتا اللي جايه لي من هنا لشكل داتا يبدا يمشي مع الورك فلو بتاعتي. طب ما تيجي كده الاول نجرب ونشوف شكل الداتا ديت عامل ازاي. ندوس كده اهو، هلاقي مثلا التريجر بتاعي عشان اعمل هنا في التستنج. ولو بصيت هنا هلاقي ان الاوتبوت بتاعي بالشكل ده. الاوتبوت بالشكل دوت لو انا بصيت هلاقي هنا ان هو بيجيب لي الاي دي بتاع الايميل. بيجيب لي هنا الاي دي بتاع الايميل دوت، انا بعتبره عندي مثلا ده الرقم اللي مش هيتكرر مثلا معايا تاني، الرقم ده هيبقى جاي معايا مره واحده. في هنا برضو الديسكريبشن بتاع الايميل او المحتوى اللي هو جاي عندي. وفي هنا السبجكت بتاعت الايميل وجاي منين، وطبعا ليه لمين اللي هو الايميل اللي انا رابط بيه. طب في خطوة برضو قبل كده احنا ممكن تكون في ناس اول مرة تتعرض ليها والكلام دوت، ازاي اصلا اربط ان ات ان بالجيميل بتاعي. دي طريقة يعني سهلة جدا. بعد ما بتنزل الجيميل بتبدأ تدوس هنا الكريدنشال، وبتبدأ تفتح هنا، ده كان هنا الدوكس اهيت. تقرا بس الدوكيومنتيشن ديت سهلة أوي، يعني تلاقي الموضوع هو بيقول لك جوجل كلاود والربط بينها وازاي تربط
جوجل كلاود والخدمات بتاعت جوجل كلاود ديت، وحتى كمان اعمل لك فيديو اهو، ممكن برضه احط لكم الرابط بتاع الفيديو دوت عندك في الوصف بتاع الفيديو، بحيث انك انت ايه تشوف الفيديو الاساسي بتاع ان ات ان، هم شارحين البتاع بطريقه سهله جدا. نرجع بقى لمرجوعنا تاني، ايوه هنا ده شكل الداتا اللي عندي. كمان انا برضو بستخدم اللي هي الايديت فيلد عشان ما امشيش الداتا دي كلها عندي في الورك فلو بتاعتي ويبقى فيها مشاكل. انا ليه اعمل كده؟ انا اوتوماتيك اخد الداتا اللي انا محتاجها بس. فاجي هنا في الايديت فيلد، ادوس عليها كده وابدا اختار الداتا. انا مثلا شايف ان انا ممكن احتاج الاي دي بتاع الايميل، ممكن احتاج السبجكت بتاع الايميل، ممكن احتاج اللي هو جاي من مين، وممكن يعني انا هحتاج برضو السنابت اللي هي بتبقى زي الوصف صغير للايميل كده. يبقى ديت كلها انا احتاجتها عندي بالشكل ده. طيب تعالى مثلا نغير برضو اسم ديت، نسميها ايه مثلا؟ انفو انفورميشن مثلا، دي مثلا ايميل انفورميشن. ونعمل كده اكسكيوت، خلاص كده تمام. كده يبقى انا خدت الداتا جات لي وخدت الداتا ذات نفسها. طيب الداتا دي انا عايز اعمل بيها ايه؟ تعالوا نعمل حاجه جميله. ايه رايكم مثلا لما يتبعت ايميل نلخصه ونبعته لينا مثلا على التليجرام؟ ده بشكل مبدئي قبل ما نخش بعد كده في الحلقات الجايه او المرات الجايه ازاي نعمل بقى الفلتريشن اللي احنا اتكلمنا عليه. هدوس كده واقوم جاي هنا اهوت عامل كاتب هنا اي اي، نضغط على الاي اي وضغط بعد كده على الحته بتاعت البيزك بتاعت ال ان. طيب ده ايه دوت؟ ده ببساطه جدا ده العقل اللي هيبدا يشتغل معانا، او الموظف اللي انا هيبدا ياخد تعليمات معينه. التعليمات ديت هيستخدمها عشان يرخص الايميل ده. طيب ده هنا، ده لو بصيت كده هو ضغطت كده قلت له هنا ادي البرومبت ذات نفسها او الامر اللي هو هيشتغل بيه. هنا بكتب له الامر اللي هو هيشتغل بيه، وهنا بيقرا هو الانبوت اللي هو جاي له. ممكن بس ببساطه جدا ممكن اكتر من حاجه. يعني تعالى الاول اشرحها لكم من الاول برضه عشان الدنيا تبقى واضحه. لو اعتبرنا ده السيستم برومبت او الاوامر او التعليمات اللي احنا بنحطها لل ام بتاعنا، فين بقى ال ام او فين العقل اللي بيفكر في المعلومات، او مين الشخص اللي يبقى مسؤول عن المعلومات ديت؟ هنلاقي عندنا نازل دراع كده اسمه موديل. فلو ضغطت عليه كده هو اوتوماتيك هتلاقيه جاب لك عدد اقتراحات كتيره جدا. بيقول لك والله انت ممكن تتعامل مع شات جي بي تي اللي هي الاوبن اي اي، وممكن تتعامل مع ديب سيك. فين دي؟ اه ده ديب سيك، ديب سيك اهو. ممكن تتعامل مع اسمه، دي كلها شركات بتقدم لك خدمه الاي بي اي بتاعت اللي هي تقدر تتعامل معاها مع ال. فنبدأ، تعالى نختار مين مثلا؟ تعالى نختار ديب سيك. انا بحب اتعامل مع ديب سيك، لذيذ جدا في التعامل وفي نفس الوقت ايه كويس في الكتابة يعني. طيب هنا عشان اربط اصلا مع ديب سيك بحتاج حاجة اسمها اي بي اي كي. بقول له كريدنشال بيطلب منك الاي بي اي كي، برضه هتلاقيها في الدوكيومنتيشن. طب الاي بي اي كي دي ببلاش؟ لا دي مش ببلاش، دي بفلوس. بس ديب سيك لو انت شحنته ب5 دولار يعني هيفضل قاعد معاك لحد ما تزهق منه يعني. انا قبل كده شحنت ب10 دولار فضل قاعد معايا في 6 اشهر ولا حاجه. فالموضوع دوت بسيط جدا. وبتيجي هنا من تحت بتختار الموديل بتاعك، خليك في اللي هو الموديل بتاع الفلاش والبرو ده. كلهم البرو طبعا لو عايز حاجات صعبه، فلاش ده جميل جدا تقدر تشتغل بيه. هنا برضو عندك لو انت عايز تبقى في اوبشن او في حاجات ليها علاقه بالتوكنز والكلام دوت. برضو خلينا في مره كده بشرح لكم التوكنز اصلا بتتحسب ازاي والشكل بتاعها. طب هنا حطينا العقل. طب فين الأوامر؟ أهي الأمر هنا تكتبه هنا. هو تعالى هنا نختار ديفايند بلو ونبدأ نكتب له ايه المسؤولية بتاعته أو ايه اللي هو اللي احنا محتاجينه بالظبط. طب احنا تعالى بحاجة بسيطة دلوقتي. كل اللي هنعمله إن هو عايزينه يلخص الإيميل اللي موجود. يعني أنا الإيميل اللي هستقبله عايز تلخيص ليه ويتبعت لي مثلا على التليجرام. أنا مش عارف هنا السيستم بروب بتاعتي، مش عارف. أجي هنا اهو أفتح شات جي بي تي، سوري ده شات جي بي تي. اجي هنا اهو نبدأ نقول له مثلا يا شات جي بي تي ممكن اليوزر مسج او برومبت اللي ممكن
هستخدمه علشان يكون عندي مساعد شخصي يلخص ليا الإيميلات ويبعتها في شكل رسالة على التليجرام، وعاوز اسم المساعد يكون مسعود مثلا. سوري على الأخطاء ديت، مسعود. ونبدأ نبص نستنى كده البرومبت اللي هيتكتب. واو، انت قال له بقى انت مساعد شخصي اسمك كذا، ومهمتك قراءة التحليل بتاع طريقة الرد، ارسل النتائج بصيغة كذا، استخدم كذا صيغة الإخراج، اهوت الملخص المطلوب. مثلا اهو كل ده، بص كتب لك برومبت احترافي جدا، تقدر تاخده كده كوبي بسهولة جدا. تاخده كوبي وترجع تاني عندي هنا وتبدأ تحطه هنا اهو. طيب تعالوا نتكلم هنا شوية. ماشي، انا هنا كتبت له خلاص البرومبت بتاعه. طب هو فين الرسالة؟ فين الرسالة اساسا؟ يعني هو قرا منين الرسالة؟ اهو ممكن اجي انا بقى هنا اكتب له الرسالة، واجي اخد بقى الايه الجزء اللي انا كنت عامله اللي هي بتاعت الايميل انفورميشن. هتلاقي هنا بيقول لك والله ان هو لسه محتاج ان الفيلد ده يشتغل مرة تانية. تيجي نشغل كده الفيلد بتاعتنا، تشتغل ده كده تمام. هتلاقي حتى علامة صح، معناه ان النوت ديت ايه، عالت معاك واشتغل. فاجي هنا اضغط على بتاع التاني البيزك ديت تاني لم، اجي اعمل دي كده الرسالة، وابدا احط له والله تعالى احط له السبجكت. سهل جدا، بص بدراج ودروب. أها. ده بس. حتى هنا تحط له الدراج ودروب، يحط لك هنا الفورمولا او الجيسون بتاعك، كتاب هناك الناحيه التانيه تلاقيه عمل لها ريندر. ان لذيذ يعني، بسيط جدا جدا جدا، واستخداماته في الشغل رائعه يعني. كده انا اديته الرساله اللي جايه لي، ومتوقع منه بقى ان هو بعد ما ينفذ الكلام دوت يطلع لي زي ما انت شايف كده دي الرساله اللي انا عايز ابعتها بعد كده على التليجرام. طيب ده كده احنا عملنا الجزء الاولاني اللي احنا ربطنا بالايميل، وبعد كده طلعنا الداتا، وبعد كده لخصنا الرساله. عايزين نبدا بقى نربط بالتليجرام. برضو نفس الكلام، اضغط كده اهوت، الموضوع بسيط جدا. اضغط هنا مثلا بالتليجرام. طب التليجرام هنا عندي حاجه اسمها سنت تكست مسج. لا دي فين سند؟ هنا تكست مسج، اهي سند تكست مسج. السند تكست مسج ديت زي ما احنا شايفين هنا بيحتاج عندي الرساله اهي. تعالى اخد التكست ادي الرساله. طيب اللي هنا الحته بتاعت الريبلاي وكده، فانا هنا عندي حاجه اسمها شات اي دي. هي شات اي دي ديت عباره عن ايه؟ الشات اي دي ديت هو انا بعد ما يعني عملت سيرش وبتاع، او انا لما اجي بستخدم عندي في الشغل بتاعي، انا عايزه يرد على بوت معين. يعني انا عندي هنا في التليجرام، لو رجعنا بس بصينا في التليجرام، انت بتقدر تنشئ بوت بالشكل ده. ده بوت عندك. وممكن عندك حاجه اسمها بوت فازر. لو انت ما بتعرفش ازاي اصلا تعمل بوت، هتلاقي بوت فازر، تضغط على الستارت، وبعد كده تبدا يقول لك والله البوتس اللي موجوده والكلام دوت حاجه جميله جدا يعني. نقول له مثلا كرييت نيو بوت، وتبدا ايه، تتكلم معاه. طيب البوت اللي انت بتعمله دوت اللي هو في الاخر بيبقى زي شاب بالشكل ده، انا عايز اربطه عندي. كل بوت من دولت ليه اي دي معين، ليه زي ده يوزر نيم، وليه شات اي دي. الشات اي دي دوت انا يعني انا الحته اللي انا بقدر اجيبه منها، او ان انا بجيب الشات اي دي بتاعتي، ان انا ببعت الاول رساله، من بفعل البوت دوت، وببعت بربطه الاول بان ات ان، فبيجيب لي الشات اي دي، وبعد كده باخد الشات اي دي دوت ابدا ايه اشتغل بيه. لو حد عارف طريقه ان انا ازاي اقدر استخدم البوت دوت، او في طريقه اسهل ان انا اقدر اجيب الشات اي دي او الاي دي بتاع البوت دوت عندي، يبقى ممكن يكسبها لي في التعليقات، او يقول لي عليها ان دي فعلا حاجه انا مش عاملها يعني. فتعالوا نشوف الاول ازاي انا بجيب الشات اي دي دوت. فده سهل جدا. تعالى نعمل كده ونبدا بعد كده نفصل بقى ده كده. وتعالوا هنا اهوت، انا موقف ده برضو. بصوا احنا كده بنوقف النود عادي جدا،
واجي هنا او قايل له ايه، يب لحظة، اد اهي، ونكتب هنا تليجرام، ونكتب بعد كده عندك اون، في هنا اون مسج ريسيبت، المسج تريجر لما يحصل ان في رسالة تيجي، واربط ده بالحاجة، او حتى كمان اسيب كده التريجر بتاعه. تعالى نربطه بده مثلا، وتعالى نشغل كده. كده احنا واقفين على التليجرام مستنيين التليجرام يحصل، او ال البوت ذات نفسه يبدأ يشتغل. انا ممكن هو يكون متضايق من ديت اهي، فيلد بتشيك كريدنشال، عايز هنا الكريدنشال بتاعتك بتاعت التليجرام. ده مثلا ده انا كنت رابطه قبل كده. طبعا ازاي تجيب التوكن او تربط ازاي التليجرام، برضو نفس الكلام، بتضغط كده اهوت افتح الدوكس، هتلاقي هنا بيقول لك ازاي تجيب التوكنز بتاع البوب بتاعك. وبعد ما بتجيب التوكن مش عارف تمشي على الخطوات ديت، تلاقي الخطوات على فكرة بسيطة جدا، تقول له نيو بوت وبتاع ويجيب لك يديك التوكن. بعد ما بتجيب التوكن هو اوتوماتيك بيحفظ الكريدنشال بتاعته. انا هنا رابطها عندي، تعالى نعمل كده اهو. كده انا منتظر مني رسالة في البوت ذات نفسه، او ايا كان هو اوتوماتيك اشتغل مفيش مشكلة. اضغط كده هنا، ابدا ابص في النود اللي بعديها، هلاقي هنا في الاي دي بتاع الشات اللي هو ده. فاخد الاي دي بتاع الشات ده كده، شكرا انت كده عملت معايا الواجب، وزي ما بقول الواجب وزياده، او مثبت الاي دي بتاعك، بحيث ان انا استخدم بقى اللي يا دوبك اعمل سند مسج من غير اصلا ما تريجر الدنيا عندي. انا عايز يا دوبك ديت تتم لما يعني يحصل ان يجي ايميل فهو يرخصه لي يبعت لي عليه البوت دوت. واجي هنا اهو، قوم كده بعمل الايه، الجيميل بتاعي. اها، تعالوا بقى نجرب نكسكيوت الكلام دوت، نشوف التليجرام عندي هنا. تعالوا نبص تيريريريري. ايوه، قال لك في بروبلم هنا في الرسالة رسالة. نبص عندنا هنا، هو كتب الرسالة مظبوط، قال لك الاثورايزيشن هنا عايز بس نربطه بالبوت صح. قال لك انت من الرسالة دي جاي لك من كذا، الموضوع كذا، والملخص بتاعها كذا. تعال نجرب مثلا مرة تانية. كده انا لو عملت البوت ده عندي، شغلته بالشكل دوت، هو اوتوماتيك التريجر دوت هيتشيك كل دقيقة في رسالة جديدة جت ولا لأ. لو لقى رسالة جديدة جت هتلاقيه بدأ يبعت لي ايه الرسالة ديت. طيب انا ممكن حد يجي يسأل، طب انا ممكن استفاد بايه بحاجة بسيطة زي كده؟ اقول لكم يعني انتوا في فكرة جميلة جدا وعملية ممكن تستخدم. ساعات كتير جدا في الشركات بيكون في ايميل واحد، الايميل دوت بيبقى مع شخص صاحب الشركة مثلا، او ايا كان الشخص المسؤول عن الايميل دوت. ودايما بيبقى عنده 3 4 اشخاص بيخشوا على نفس الايميل. فكل لما يجي حد يخش على الايميل يطلب كود، الكود بيتبعت على الايميل، يروحوا يكلموا الشخص المسؤول عن الايميل، الراجل ده يضطر يفتح الايميل من عنده ويبعت لهم الكود عشان يتاكدوا ان هم ايه، ان هو يخش على الايميل. الموضوع ده بيتكرر معاهم كتير جدا. ساعات كتير جدا الشخص المسؤول اصلا عن الايميل ده ميبقاش موجود، يبقى نايم، يبقى موجود في اي حته، وفي اكتر من شخص بيستخدم نفس الايميل، وده عامه بتحصل كتير يعني. فانت ممكن تعمل بوت ببساطه جدا على التليجرام، هو يبقى اوله تليجرام واخره تليجرام، يسال إيه مثلا البوت دوت. بسيطه جدا، اول ما يوصل يعني اول ما يوصل ايميل على الايميل، هتبدا تعلم ال ام دوت ان هو شو يقرا الايميلات. لو لقى ايميل فيه كود ليه علاقه مثلا بموقع معين بشغل معين، هياخد الكود دوت ويبعته على البوت بتاع التليجرام. وساعتها البوت بتاع التليجرام ده بيبقى مع اكتر من حد، فساعتها لما يبقى اي حد فيهم بيحاول يدخل على الايميل، ساعتها البوت اوتوماتيك هيبعت الكود دوت على التليجرام. الناس تقدر تستخدم الموقع دوت اكتر من حد من غير ما يزعجوا الشخص المسؤول عن الايميل ذات نفسه. دي فكرة من الافكار. فهو دوت ان انا دايما بحب اقوله في الاوتوميشن،
اللي هو أنت ممكن تلاقي أكتر من فكرة تساعدك جدًا في الشغل وتنفيذها زي ما إحنا شُفنا بسيط يعني. فاتعلموا automation، اتعلموا N8N، ولو في أي حاجة محتاجينها أنا موجود، والرقم بتاعي موجود برضه في الوصف هاسيبه يعني. لو حد محتاج يسطب N8N، محتاج يضبط الدنيا في N8N، محتاج عنده أفكار في الautomation، محتاج حد يخش يساعده، أنا موجود وبإذن الله خير يعني. شكرًا ليكم.